من أول يوم جواز وأنا واخد بالي إن مراتي أميرو بتستحمى مرتين كل ليلة قبل ما تيجي تنام جنبي. وكنت ساعتها بقول لنفسي ماشي يا محمد، يمكن هي بتحب النظافة زيادة ويمكن دي راحتها. وكنت بضحك وأقول يا رب يكون ده أحسن من اللي بسمعه عن ناس تانية. لكن كل ده اتكسر لما فهمت السبب الحقيقي اللي كانت مخبياه جوه قلبها من زمان. أميرة كانت من النوع اللي يمشي في البيت بخفة كأنها نسمة تعدي على خدك. صوتها هادي ولمستها هادية، وحتى كلامها قليل بس بيصيب القلب. كانت كل ليلة بعد العشاء تقعد ثواني على الموبايل وتضحك ضحكة قصيرة، وبعدين تقوم تاخد حمامها اللي محدش يعرف ليه لازم في الوقت ده، وتطلع من الحمام كأنها جاية من تصوير إعلان. بتشم ريحة الكركديه والفانيليا قبل ما تدخل الأوضة وتزحف على السرير، تديني ظهرها وتقول تصبح على خير يا حبيبي، وتنام في ثواني وأنا أمد إيدي ومش ألاقي غير الهوا. كنت ساكت وبقول يمكن الوقت كفيل يحل اللي بينا، وكنت خايف أضغط عليها وخايف أكسر حاجة جواها، يمكن لو اتكسرت ما تتصلحش تاني. اسمي محمد، عندي 31 سنة وبشتغل في تصميم المطابخ. مش راجل غني، بس راجل يعرف يحتضن الست من غير ما يوجعها. وعمري ما كنت عايز غير حد أرجع له وارتاح جنبه، حد يحسسني إني مش زيادة على الدنيا ولا ناقص عنها. ولما أميرة دخلت حياتي افتكرت إن ربنا كاتب لي اللي نفسي فيه. لقينا بعض في معرض أساس، كانت واقفة قدام كراسي خشب تنعم على أطرافها بأطراف صوابعها كأنها بتسمع الخشب يتنفس. وكانت لابسة فستان بسيط وشعرها واقع على كتفها بهدوء. وأنا كنت بشوف شغلي في مطبخ معروض، لكنها شدتني من غير ما تاخد بالها. يمكن لأن هدوءها كان ماشي في المكان زي موج بيطمن، أو يمكن لأن عينها كانت بتدور على أمان مش لاقياه. سألتني عن نوع الخشب وجوابي كان عادي، لكن الطريقة اللي قالت بيها الكلمة خلت الصوت يدخل قلبي ويقعد فيه. وفضلت فاكر اللحظة دي حتى بعد ما بقينا جوزين. وبعد الجواز بدأت أفهم إن الهدوء مش بس طبع، وإن الخوف ساعات بيستخبى تحت وش الابتسامة. بدأت أشوف نظرات بتروح للباب قبل ما يتقفل، ومرات كتير كانت تتقفل لما ألمس كتفها كأن جسمها اتعود يحمي نفسه قبل ما يفهم مين اللي بيلمسه. وكنت أقول يمكن الزمن علمها الحذر، ويمكن الحياة ضيعت منها حاجة ولسه بتدور عليها. وفي يوم رجعت متأخر من الشغل، لقيتها قاعدة قدام تلفزيون مطفي ومش مركزة في أي حاجة. سألتها عاملة إيه؟ قالت إنها تعبانة، لكن الصوت ما كانش صوت واحدة تعبانة، كان صوت حد خايف، واحد بيشيل حمل مش قادر يشيله ومش قادر يرميه. ساكت وما لحقتش، لكن فضلت الليلة دي صاحي وأنا ما اسمعش غير صوت المية اللي نازلة من الشاور كأنها بتحاول تغسل أثر حاجة مش بتروح، كأنها بتمسح خوف لسه متعلق في جلدها. ولما خرجت كانت ماشية ببطء كأن رجليها شايلة ذكريات مش عايزاها تطلع لبرة، وشها شاحب وعينيها تتجنب عيني، كأن الاعتراف عندها أصعب من الألم. وقتها أدركت إن الحمامين مش للنظافة ولا للراحة. أدركت إن في حد في الماضي ساب عليها أثر ما بيروحش بأول غسلة ولا 10. أدركت إن مراتي بتستحمى كل ليلة عشان تحاول تنسى حاجة بتطاردها في كل وقت، حتى وأنا نايم جنبها. ومن الليلة دي فهمت إن الحب مش بس حضن ولا كلام. الحب ساعات هو إنك تقعد جنب حد بيتكسر من جوه من غير ما تطلب منه يحكي ولا يشرح، وإنك تستنى لحد ما هو يقرر يفتح الباب بنفسه من غير خوف.